احترم مشاعر طفلك، ما تكروتهاش. لو ابنك بيعيط كتير ما ينفعش يبقى رد فعلك ايه ده انت بتعيط كده ليه؟ الراجل ما بيعيطش. ما تعيطش كده على كل حاجه، ما تبقاش عيوطه، انت كبرت. امي كانت بتحكي لي ان ابنها كان بيعيط كل مره يدخل فيها المدرسه، فواحده صاحبتها نصحتها وقالت لها تجاهليه، طنشي خالص كانك مش واخده بالك وهو هيسكت لوحده. وهي عملت كده صحيح، هو بطل يعيط بس بدا يعمل بيبي على نفسه ويتلعثم في الكلام ويبقى عنده نوبات غضب واضحه. تفتكروا ده حصل ليه؟ لاننا علمنا اولادنا بطريقه غير مباشره انه يكتم مشاعره وما يتعاملش معاها. تعاملنا مع مشاعر الطفل بيظهر في 3 حاجات. 1، بننكرها، عيب تعيط، ما ينفعش تخاف، الراجل ما يخافش ما يعيطش، امسح دموعك، ما تبقاش عيوطه، حاجات شبه كده. رقم 2، ان احنا بنلوم الطفل او بنعاتبه على مشاعره دي، انت عصبتني، انت ضايقتني، ايه الدراما دي، ما تافورش. رقم 3، نحتوي المشاعر دي، انا حاسس بيك، انا مقدر احساسك، انا لو مكانك كنت حسيت بنفس اللي انت حسيت بيه دلوقتي، يا ترى عايز تحكي لي على حاجه؟ يساعدك حضن. الاحتواء مش معناه الموافقة على السلوك، لكن معناه الاعتراف واحترام مشاعره دي. وهنا مفروض تتعامل ازاي؟ لما ابنك يكون حاسس بشعور معين، اتعلم تسمع، ما تصححش على طول، مش لازم ترد اصلا. ساعده يسمي الشعور ده، يقول عليه اسم محدد، حاسس بخوف، قلق، ولا انت غضبان. اربط السلوك اللي عمله بالشعور، انت عملت كده عشان انت حاسس بالغيرة ولا عشان كنت متوتر. علمه ادوات تانية يعرف يعبر بيها، زي الكلام، الرسم، اللعب، التمثيل، يسجل صوت وصورة. وكل طفل على حسب عمره. خليك فاكر ان المشاعر كلها مقبولة، حتى المشاعر السلبية. احنا لما بنرفض الطريقة اللي عبر بيها عن الشعور، وده بيحتاج تدريب زيه زي اي مهارة في الدنيا. لو حصل معاك قبل كده انك كنت بترفض مشاعر ابنك من غير ما تقصد، اكتب لي حصل ايه بالظبط في الكومنتات. ولو حابب تبدأ صح في مجال تعديل السلوك وتفهم ابنك من جوه، جهزت لك كورس مجاني هيساعدك تتعلم الاساسيات بمهنيه وعمق. لو عايز تعرف اكتر هتلاقي اللينك في الكومنتات.